يلا بينا نروح لأول فقرة. نظرة المجتمع هي المشكلة. الناس بتتقبل فكرة إن جسمك يمرض، بس مش بتتقبل إن نفسيتك تتعب. يعني لو قلت أنا حرارتي عالية، ربنا يشفيك. لو قلت أنا مضغوط أو مكتئب، هيقولوا لك ده كلام فاضي. ليه التعب النفسي لسه بيتقال عليه دلع أو ضعف إيمان؟ ليه عيب تقول إنك بتروح لدكتور نفسي؟ وكأنك بتعترف بجريمة مش بطلب مساعدة. إحنا محتاجين نغير الفكرة دي. الصحة النفسية مش رفاهية، دي أساس حياة. فقرتنا التانية بتقولك أنت مش لوحدك. لو بتحس إنك الوحيد اللي بيتكسر جواه، فأنت مش لوحدك. في ملايين بيضحكوا كل يوم وبيرجعوا يعيطوا بالليل. في ناس بتصلي وبتحاول وبتتعب وبرضه بتتوجع. مفيش حد في الدنيا دي مش بيقع، بس في اللي بيعرف يطلب مساعدة وفي اللي بيتكتم لحد ما ينفجر. طلب المساعدة مش ضعف، ده أكبر علامة إنك لسه بتحاول. إزاي أقدر أساعد نفسي لما الدنيا تضيق؟ جرب تعمل حاجة واحدة بس لنفسك، حتى لو بسيطة. اكتب اللي حاسس بيه، روح لمكان هادي، كلم حد بتحبه، نام كويس، أو حتى خد نفس عميق وافتكر أنا مش فاشل، أنا بس تعبان وده طبيعي. مفيش علاج سحري، بس كل خطوة صغيرة بتقربك من نفسك وبتقولك أنا لسه هنا ولسه هقوم. لما الدنيا تضيق ساعات بيبقى